ده والله يا جماعة، كل شوية القدر بيثبت إن أنا صح. في الفيديو ده إن شاء الله هقول لك طريقة تلم بيها الإنجليزي ليلة الامتحان. وده مش فيديو زي فيديوهات الناس اللي بتقول لك لميت الفيزياء على باب اللجنة، وأنا واقف على باب اللجنة جالي 100 سؤال فذاكرتهم فدخلت قفلت المادة. مش كده خالص. بس لما سألتوني في أول السنة مين أشطر حد بيشرح إنجليزي، فقلت لكم في انجليشاوي، في عبقري لغة، في دكتور انجليش، والفيديوهات عندكم. قلت ولكن على المستوى الشخصي لو هشيل حد من التلاتة هيبقى عبقري لغة واسيب الاتنين. طيب، الوقت نزل مراجعات 10 ساعات، سواء بقى العبقري لغة منزل بالهبل، سواء لإنجليشاوي منزل بالهبل، سواء لدكتور انجليش نزل فيديو جرامر بس 10 ساعات. وانت دلوقتي في وضع لا تحسد عليه ومفيش وقت لده كله. فهقول لك الخلاصة وتعمل ايه. لو انت طالب ذكي ومذاكر المنهج قبل كده، فالطريقة دي لو مذاكره قبل كده فالطريقة دي هتجيب معاك قوي. دلوقتي في حد منزل فيديو شرح ساعة، الشخص ده هو دكتور انجليش. الساعة دي كفيلة تخليك تقفل الامتحان. انا شفت الفيديو من بره، روشتة تقفيل الامتحان 50 من 50 في ساعة. فقلت فيديو اي كلام، فدخلت الفيديو فتشت فيه حتة حتة بصراحة وشفت الاسئلة. الراجل ده عبقري يا جماعة، بجد والله العظيم بالأمان. هو لعب على الحاجات اللي موضع امتحان. يعني في اسئلة مثلا هتلاقيها في كتاب المعاصر، اسئلة اي كلام كده تترمى. هو جاب الافكار من خلال النماذج الاسترشادية بتاعتكم، من خلال امتحان دفعتنا، الدفعة اللي قبلنا، جاب الامتحانات دي وعملها عصير كده وطلع منها الحاجات اللي مواضع الامتحان، او بمعنى اصح الحاجات اللي غالبا هتيجي في الامتحان. هسيب لكم العنوان في هسيب لكم الفيديو في الديسكريبشن. طيب، هو الفيديو ده كفيل يخليني اقفل المادة؟ بص، هو كفيل يخليك تقفل المادة في حالة واحدة. لو انت مخلص الانجليزي قبل كده، يعني في اول السنة المفروض انت بتخلص المنهج مرة قبل ما بتراجعه. فلو انت مخلصه مرة واحدة، كفيل يخليك تقفل. طب لو انت دلوقتي طالب ما تعرفش اي حاجة نهائيا، ما قدامكش حل برضه غير انك تسمعه. ما هو ما تقنعنيش انك هتلم مادة اتاخدت دلوقتي في سنة هتلمها في يوم، ده شبه مستحيل. فهو دلوقتي انت هتخش الفيديو بتاعه عبارة عن ساعة افكار، والافكار دي غالبا هو قال الافكار دي هتيجي في الامتحان وتضمن من خلالها ال50 من 50، وسايب لك ملف كده تذاكر منه. انا من وجهة نظري بوافقه في الرأي، وشايف ان الملف ده بنسبة كبيرة افكاره هتبقى هي افكار الامتحان. فانت دلوقتي لو ما تعرفش حاجة نهائيا خالص في مية البطيخ، فانت مثلا الملف قدامك لو جه منه 30 40 سؤال، 30 40 سؤال ايه اذا كان الامتحان كله 33، لو ضمنت منهم يعني 30 40 درجة، احسن من انك تشيل المادة. ده بالنسبة للناس اللي ما تعرفش حاجة نهائية. طيب، لو انت طالب مذاكر نص نص، لما تضمن 30 40 درجة وانت مذاكر نص نص، بالمذاكرة النص نص بتاعتك دي انت هتذاكر الملف وعادي ممكن تكمل مذاكرتك عادي جدا. بالمذاكرة النص نص بتاعتك ممكن تضمن 45 من 50. طب لو انت طالب بقى مذاكر حلو قوي وسمعت الفيديو، ضمنت 30 40، وبالمذاكرة بتاعتك طبعا انت مذاكر حلو فهتلم ال10 بسهولة، وتبقى كده ضمنت 50 من 50 في الانجليزي. فالفيديو يا جماعة مش اي كلام، الفيديو مهم جدا 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 جدا. هو قال لك ال33 سؤال بتوع الامتحان قسمهم لك سبعة فوكاب وسبعة جرامر، وقال لك 4 قصة او اسي، والباقي بقى مش فاكر بصراحة، تقريبا كان 14 رايتنج، حاجة زي كده يعني. المهم هو قسم لك وجاب لك
فكرة على كل سؤال، وجاب لك فكرة على كل نوع من الكلام. يعني مثلا ال7 فوكاب قال لك تذاكر ده وتذاكر ده وتلعب على الفكرة دي والفكرة دي والفكرة دي، فانت معاك خليط سعة افكار. فالسعة الافكار دي كفيلة تخليك تقفل امتحان. ما قفلتش 40 درجة من الامتحان، 45 درجة، 35 درجة، انت لميت درجات. وبمذاكرتك لو في توفيق والامتحان جه سهل ممكن تضمن ال 15 الباقيين عادي جدا. فانت كده تبقى ضمنت تقفيل امتحان ثانوية عامة. طيب بالنسبة للناس اللي بتسأل تعمل ايه في قطعتين الفهم، قطعتين الفهم يا جماعة محتاجين طالب، قطعتين الفهم محتاجين طالب عنده صبر، زي ما قلت قبل كده مرة واتنين وتلاتة. فطول ما انت عندك صبر تقرأ القطعة مرة واتنين، كل ما قرأت القطعة اكتر كل ما حليت صح اكتر. طب طالب هيقول لي القطعة بتيجي انا ما بعرفش اترجم فيها كلمات، وهي ما كله كده وكلنا كنا كده، بس الفكرة انت عندك مخ شغال، بمعنى انك تقدر تخمن ازاي. اي كلمة او اي جملة بتيجي ناقص منها كلمة، مثلا وليكن انت ترجمت جملة، الجملة ناقص منها كلمة، الكلمة انت تقدر تخمنها بسهولة. الجملة دي ما ينفعش الكلمة دي الا تكون كذا، فتعرف تجيبها. وكل ما قرأت القطعة اكتر كل ما ترجمت صح اكتر وكل ما حليت صح اكتر. خطأ اوعى تقع فيه في قطعتين، اوعى تروح تقرأ الاسئلة وتجاوب على طول، غلط تماما. ده انتوا دفعة غلطت في تلت التسعة كام. فبلاش بلاش بلاش بلاش. وده كان سبب موضوع تلت التسعة كام، ده موضوع اهبل قوي. بس الفكرة ان في ناس راحت قرأت الاسئلة على طول 100%. مستحيل يكون واحد مش عارف مثلا يقسم 9 على 3، مستحيل. فالفكرة مثلا دلوقتي ان الطالب راح قرأ القطعة على طول، راح قرأ الأسئلة على طول من غير ما يقرأ القطعة بس. فأنت بكرة لازم تقرأ القطعة كلمة كلمة، ولو هتدي وقت يبقى أكبر وقتك كله تديه للقطعتين. الجرامر سهل، الترجمة عايزة واحد حافظ كلمات. بالنسبة للإساي ركز على تكوين الجملة، ركز إنك تكون كاتب الكلمات صح. لو جالك إساي يعني الكلمات تكون كاتبها صح، ركز على كل حرف، لان بيقولوا ان كل 3 حروف غلط. كان في الفرنساوي عندنا كل 3 حروف بيتكتبوا غلط بتنقص نص درجة. فانت ركز على الحروف، شوف كاتبها ازاي السبيلنج يعني. ركز بكرة في الترجمة انك تترجم صح، واقرأ الاختيارات كلها. استخدم طريقة الاستبعاد. امتحان الانجليزي بيجي اسهل امتحان، وده مش متوقع بكرة، الله اعلم. يعني مش بقول توقع، انا بقول الله اعلم. بس من خلال الدفعتين اللي فاتوا، دفعة 22 ودفعة 21، ان شاء الله يكون دفعة 23 الدفعة التالتة الاسهل امتحان انجليزي. والامتحان بأمر الله يجي كمان تحت الطالب المتوسط زي ما جالنا. امتحاننا بتاع دفعة 22 ودفعة 21 جه في مستوى الطالب يعني اللي بيرضى. امتحان كان سهل جدا. فان شاء الله امتحانكم يجي كده بكرة. هسيب لكم الفيديو في الديسكريبشن، خشوا شوفوا الفيديو وهتدعوا لي ان شاء الله. وبس ده كان فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.